مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم أهلا رمضان. اليوم رح نكون معكم من قرية كفر ثلث بأسئلة جديدة وجوائز قيمة مقدمة من جوال. تابعونا بعد الإعلان. مشاهدينا رجعنا لكم من قرية كفر ثلث بسؤال جديد، وسؤالنا بيقول: من أول من صنع الورق؟ خلينا نشوف إجابات أهل كفر ثلث. أنتم بخير؟ انت بخير يا اخي. تعرف عليك؟ ابراهيم خليل عودي. أهلا وسهلا فيك. من كفر ثلث منها. وين هي كفر ثلث تيجي؟ احنا فيها كفر ثلث. قضاء قلقيل. قضاء قلقيل نعم. طيب أنا بدي تحكي لي كيف أجواء رمضان عندكم هون بالقرية؟ اجواء رمضان الحمد لله الجميع ملتزمين عندنا، وهينا ما شاء الله بنشتغل في القطايف، وفي عندنا عوامه والوضع الحمد لله تمام. الحمد لله. بدي أسألك سؤال، إذا عرفته بتربح $50 مقدمة من شركة جوال، جاهز؟ هذا المشكلة. مشكلة؟ ليش؟ إيه تفضلي. طيب السؤال بيقول: من أول من صنع الورق؟ أول من صنع الورق؟ مين هم أول ناس صنعوا الورق؟ والله ما عندي فكرة. ما عندك أي فكرة؟ لا. بتعطي محاولة؟ شوفي عندكم خيارات ترسل الواحد. ما عندي خيارات، أنت بتحب تعطي من عندك؟ ما عنديش والله، ما عنديش فكرة بالنسبة. نشوف إجابات هون؟ جماعة معينة يعني ممكن. بابليون. البابليون. للأسف إجابتك خاطئة، نشوف إجابة. لا فيش عندي ما بتعرف. فيش. طب ما بدك تحاول؟ لا ولا. شكرا لمشاركتكم. هذا البرنامج برعاية شركة جوال. كل عام وانت بخير. وانت بخير، حياك يا الله. تعرف عليك. ممدوح خيري من قلقيلية. اهلا وسهلا فيك. كيف اجواء رمضان عندكم؟ والله اجواء رمضان احلى من هيك ما في شيء. كيف احلى من هيك؟ احكي لي تفاصيل، شو بتعملوا؟ يعني اول رمضان بنعيشه هيك، يعني الجو حلو وناس طيبين، هاي البلد مش احسن منهم، والشغل برا ما شاء الله ماشي وكل شيء تمام و100%. الحمد لله. الحمد لله. بدي اسالك سؤال، اذا عرفته بتربح $50 مقدمه من شركه جوال، جاهز؟ جاهز. مين اول من صنع الورق؟ صنع الورق. مين هم؟ الفراعنة. للاسف اجابتك خاطئه، في اجابه؟ الصينيون. متاكد من اجابتك؟ طب وين سمعت المعلومه؟ انا اثبتها قبل، اخذناها بالتوجيه. توجيهي اخذنا عن الصينيين؟ الصينيون. متاكد؟ متاكد. إذا مشاهدينا الإجابة صحيحة، الصينيون هم أول من صنعوا الورق. تربح $50 مقدمة من شركة جوال. شو بتقول شركة جوال؟ بقول لها في الامام، وان شاء الله بتخفض علينا اسعار المكالمات شوي. شكرا لك، كل عام وأنت بخير. مشاهدينا بنكمل معكم من قرية كفر ثلث، ومعنا سؤال جديد، وسؤالنا بيقول: من بنى مدينة سامراء؟ خلينا نشوف إجابات أهل كفر ثلث. كل عام وأنت بخير. انت بخير اختي. تعرف عليك. قصي عودي كفر ثلث. شو بتشتغل؟ صاحب المحل اختي. عندك محل؟ عندي محل تجاري هي قدامك. كيف الشغل معك؟ والله 100 البيع؟ من مره يعني فيش اسواق. الله بعين. الله يخليك. حتى بفترة رمضان؟ والله من قبل رمضان وبعد رمضان فيش اسواق ميتة، ومن مره لانه نعتمد هنا اغلب على الموظفين، وفيش سوق يعني 100. يلا الله بعين. بدي اسالك سؤال ان شاء الله بتربح معنا وبتعود. جاهز؟ جاهزين ان شاء الله. من بنى مدينة سامراء؟ من سامراء اللهم صل على سيدنا محمد. نبوخذ نصر. مين عفوا؟ نبوخذ نصر. للاسف اجابتك خاطئة، شكرا لك. تعرف عليك. وحيد عودي. وحيد سمعت السؤال؟ سمعت. عندك اجابة؟ الاشوريون. للاسف اجابتك خاطئة. كل عام وانتم بخير. بخير عليك. تعرف عليك؟ عوني يعقوب اسماعيل. من وين؟ كفر ثلث. طب احكي لي عن اجواء كفر ثلث برمضان. منيحة الحمد لله، كويسة. شو بتعملوا؟ شو بنسحر وبنصوم وبنسهرات، والحمد لله كويس. الحمد لله. بدي اسالك سؤال، اذا عرفته بتربح $50 مقدمه من شركه جوال، جاهز؟
تفضلي اهلا وسهلا. السؤال بيقول مين بنى مدينة سامراء ونقل الخلافة إلها في عهده؟ لا والله ما بعرفش. ما عندك أي فكرة. شكرا لمشاركتك. كل عام وأنت بخير. كيف حالك؟ تعرف عليك؟ خالد عودي. أهلا وسهلا فيك. سمعت السؤال؟ سمعت عندك إجابة؟ أخر مرة بس. أعيد لك السؤال. مين بنى مدينة السامراء ونقل إلها الخلافة في عهده؟ المعتصم. المعتصم. نعم. متأكد؟ اه وين عرفت المعلومة؟ ما أنا أستاذ مدرسة معنا. عشان هيك يعني متأكد من الإجابة. نعم. إذا مشاهدينا الإجابة صحيحة، المعتصم هو الذي بنى مدينة السامراء ونقل الخلافة لها في عهده. تربح $50 مقدمة من شركة جوال. شو بتقول لجوال؟ شكرا لجوال وشهر سعيد إن شاء الله لكم الجميع وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير وشكرا لك. مشاهدينا رجعنا لكم من قرية كفر ثلث بسؤال جديد، وسؤالنا بيقول أين يقع الجبل الأخضر؟ خلينا مع بعض نشوف إجابات أهل كفر ثلث. كل عام وأنت بخير. انت بخير. تعرف عليك. نمر عودي. سلام فيك. من وين؟ كفر ثلث. شو بتعملوا كفر ثلث برمضان؟ مثل ما انت ماري. حلو. الشغل انا بشتغل في اسرائيل والله. طيب وبس روح من الشغل على التلفزيون. بعد الفطور شو بتعمل؟ نصلي التراويح. في الحارة في الشارع. شو بتعملوا في الحارة؟ نلعب مع شدة يعني؟ نلعب شدة فوتبول طائرة. يعني عندكم نشاطات كثيرة. طب قول لي بكفر ثلث في لرمضان أجواء مميزة؟ طبعا في جميع مدن فلسطين في أجواء مميزة في رمضان. قريتكم أنتم؟ وقريتنا. يعني حلوة برمضان. تنصح المشاهدين يزوروها برمضان؟ أهلا وسهلا. أهلين فيك. طيب أنا بدي أسألك سؤال، إذا عرفتها بتربح $50 مقدمة من شركة جوال. جاهز؟ إن شاء الله. السؤال بيقول أين يقع الجبل الأخضر؟ في ليبيا. تأكد من إجابتك. إن شاء الله. وين سمعت المعلومة؟ قديمة. وين سمعتها؟ في المدرسة. شو أنا سمعتها. يعني معلومات عامة قديمة سمعتها أيام المدرسة. متأكد منها؟ إن شاء الله. إذا مشاهدينا الإجابة صحيحة، الجبل الأخضر موجود في ليبيا. بتربح $50 تفضل مقدم من شركة جوال. شو بتقول لشركة جوال؟ كل عام وأنتم بخير. إلكم الجوال. شكرا لك. كل عام وأنت بخير وألف مبروك. شكرا. مشاهدينا رجعنا لكم بسؤال جديد، وسؤالنا بيقول ما هو أطول نهر في العالم؟ خلينا نشوف إجابات أهل كفر ثلث. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. تعرف عليك. أم أحمد. أهلا وسهلا فيكي. من وين؟ كفر ثلث. وكيف كفر ثلث معك؟ مليحة. ماشي حالك. كويس. وبرمضان كيف؟ يا ذهب. طب ليش ذهب؟ قولي لي. مليحة منه شهر خير. ايش بتعملوا أشياء غير برمضان عن كل الأشهر العادية الثانية؟ شهر نقدر مرتاحين في البيت، إما غير رمضان بنسرح بنروح بنيجي. صح ولا لا؟ مزبوط. طيب ايش عاملة فطور اليوم؟ عاملة فطور كفتة. ومبارح شو عملت؟ امبارح عملت مقلوبة. زاكي طبيخة؟ زاكي. تفضلي عندي. تسلمي. عندي. شكرا لك. طيب أنا بدي أسألك سؤال، إذا عرفتيه بتربحي $50 مقدمة من شركة جوال. جاهزة؟ ساعديني يلا. يلا إن شاء الله خير. السؤال بيقول إيش أطول نهر في العالم؟ مين؟ النيل. 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 وين موجود نهر النيل؟ النيل وين مصر. مصر. في مصر. متأكدة؟ نهر النيل بمصر؟ ايه. ولا بس عشان غششوك؟ لا. متأكدة منه؟ لا ما غششوا. بلكي قالوا لك إياها غلط. لا أنا هيك متأكد. يعني واثقة فيها؟ واثق. إذا مشاهدينا الإجابة صحيحة، نهر النيل في مصر هي الإجابة. تربحي $50. تفضلي مقدمة من شركة جوال. شو بتقولي لشركة جوال اللي ربحتك $50؟ 100 شكر إلها. شكرا لك. جوال واللي بيشتغلوا في الجوال وكل الطاقم جميعهم. تسلمي. شكرا لك. تفضلوا إلا لفطوركم عندي. تسلمي. شكرا. الله معك. هذا البرنامج برعاية شركة جوال. مشاهدينا بنكمل معكم بسؤال جديد، وسؤالنا بيقول كم عدد أفراد لعبة كرة اليد؟ خلينا نشوف إجابات أهل كفر ثلث. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير والصحة. نتعرف عليك. نائل يوسف شواهمي. أهلا وسهلا فيك نائل. إيش بتشتغل؟ مدير مدرسة. مدير مدرسة هون بالكفر؟ لا ولا بقلقيلي.
قلقيلية. طيب أنا بدي تحكي لي شوي عن بلدكم هون، عن القرية. بالنسبة للبلد زي ما انت عارفين أنا تقع في الجنوب الشرقي من مدينة قلقيلي، يبلغ على سكانها تقريبا 5000 نسمة، بيشتغلوا بالزراعة والوظائف الحكومية. غير هيك إيش في عندكم أشياء مميزة بالبلد؟ طبعا الأهل البلد كلهم بيحبوا بعضهم زي ما انت شايفه، ومتعاونين في كل المناسبات اللي بتصير في البلد. نعم. حلو. أهلا. طيب برمضان إيش في عندكم أجواء مميزة؟ زي ما انت شايف يعني بكون في عمل قطايف، في بكون في تجارة، في حركة في البلد بتكون باستمرار. بعد الفطور كيف في أجواء، في أمسيات، بتزوروا بعض؟ أحيانا بصير أمسيات في البلد في المنتزه، أحيانا بكون في البلدية، بزور بعضهم الناس، بتهادوا. يعني أجواء مميزة. حلوة كثير. نعم. يعني بتنصح المشاهدين إنهم يزوروا القرية تاعتكم في رمضان؟ بالجميع. أهلا وسهلا. تسلم. فيكم انتم برضه. شكرا لك. بدي أسألك سؤال، إذا عرفته بتربح $50 مقدمة من شركة جوال، جاهز؟ تفضل إن شاء الله. عمرك حضرت لعبة كرة يد؟ على التلفزيون أحيانا. طيب بتعرف قديش عدد؟ أحيانا كانت تكون في المدارس. قديش عدد اللعيبة فيها؟ أفراد اللي بيشاركوا؟ أعتقد 14 يعني الفريقين. لا بدي الفريق، فريق كرة اليد. 7. أكد 7؟ 7. يعني المفروض لما يكونوا فريقين 14 إذا بدنا نقسمهم 7. نعم. طب والحكم؟ ولا ما فيها حكم؟ لا فيها غير مبلش طبيعي. 7 والحكم. يعني 7 بكل فريق. نعم 7 14 والحكم بيكون يعني 15 كلهم مع بعضهم. متأكد من إجابتك؟ إن شاء الله. نعم. أكيد؟ إن شاء الله. 100%؟ إن شاء الله. نعم. ما رح تغيرها؟ لا لا. إذا مشاهدينا 7 الجواب صحيح، بتربح $50 مقدمة من شركة جوال. شو بتقول لشركة جوال طيب؟ والله بنشكرهم جميعهم، جميع العاملين والقائمين على شركة جوال، وإن شاء الله إلى الأمام، وبنشجع جميع اللي مش مشتركين مع جوال يشتركوا معاهم، وكل عام وأنتم بخير والجميع بخير إن شاء الله وبالصحة وبالسلامة، وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في كفر ثلث. مشاهدينا لهم بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامجكم أهلا رمضان. بلاقيكم بكرة بنفس الموعد من مكان جديد، وما تنسوا تجاوبوا على أسئلة الSMS والIVR على الأرقام الظاهرة على الشاشة.